اهلا بحضراتكم مره تانية. انا اسمحوا لي يعني انا هبدا بس من اخر كلمه اتقالت في تقرير الاخبار على حكايه ان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم وهو بيقول رساله للعالم والمنتخبات الكره ما تسمحوش لكره القدم ان هي تسحبكم المعركه ايديولوجيه. هو ده المفروض. الرياضه بتجمع الناس، الرياضه بتجمع الشعوب، الرياضه مفيش مجال فيها للسياسه، الرياضه متعه. ويمكن الرساله دي مهمه جدا، ونتمنى لاشقائنا في قطر كل التوفيق في تنظيم نهائيات كاس العالم، لان فيه هجوم شرس على اشقائنا في قطر. لا، هم عاملين شغل محترم، عاملين استادات على اعلى مستوى هناك. نتمنى لهم كل توفيق، ونتمنى يكون حدث استضافه كاس العالم في قطر، لان احنا كعرب نفخر ان في دوله عربيه موجود فيها كاس العالم. ورساله انفانتينو حاجه محترمه جدا، ان الرياضه رياضه، السياسه تسيبوها بره الملعب، احنا جايين نتقابل مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض. ويمكن هربط ده بكلامي النهارده على المناخ. اما الناس كلها تتجمع في شرم الشيخ لكوب 27 زي ما الناس هتتجمع في قطر 2022، اكيد كلهم بيتكلموا على الانسانيه، بيتكلموا على البشر، بنتكلم ازاي ننقذ الانسانيه من اي امراض ممكن تسببها حاجات كتير قوي. فانا عشان كده بس بدات بالموضوع ده، ويمكن ضيفي الكريم استاذ شريف سمير يعني هستغل وجوده. بتتفق معايا في كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا دايما بتفق معاك يعني. ربنا يبارك لك. يا بص يا استاذ شريف، هي المساله وما فيها مونديال كاس العالم دايما مش مجرد حدث رياضي، بيبقى حدث مرتبط دلوقتي باقتصاديات العالم، وداخل في بعد سياحي وبعد اقتصادي وبعد تجاري الى حد كبير جدا. بالاضافه ان هو فعلا زي ما قلت حضرتك قلت دلوقتي ان هو التفاف حوالين الساحره المستديره للاستمتاع، وفي نفس الوقت هو في جانب احترافي. الأحداث الرياضية أو الأحداث الفنية تم تسييسها في السنوات الأخيرة. أصبح هناك النجوم بيستغلوا هذا الوتر عشان كل واحد يحقق ترند بمنطقه هو. فمفيش مانع طبعا ان يكون لك مواقف سياسي في بعض القضايا، لكن لازم تعبر عنه بعيدا عن مجال عملك. صح. في اطار ايه؟ في اطار السوشيال ميديا، في اطار انك انت عندك تويتر، عندك صفحة تقدر تتكلم فيها بمنتهى الحرية والأريحية. لكن انت ارتديت القميص الرياضي او ارتديت رداء الفن، ثوب الشخصية اللي انت بتجسدها، الموضوع انتهى، لانك ملك الجميع. بالظبط. ودلوقتي انت بتخلق حالة من البلبلة ملهاش معنى، ده غير ان انت لن تقدم ولن تؤخر. صح. الموقف السياسي له مكانه وله مجاله اللي احنا نقدر نتكلم فيه. هنتكلم النهارده على اكتر من موقف سياسي، بس اسمح لي في البدايه ما اقدرش يعني تكون الا لما نتكلم على في مجهودات الداخليه ما بتنامش، يعني 24 ساعه متابعه ومراجعه الحاله الامنيه لتامين شرم الشيخ وكوب 27 اللي هيكون موجود مؤتمر المناخ. النهارده سياده اللواء محمود توفيق وزير الداخليه مع مساعدي الوزير وعدد من القيادات الامنيه عن طريق الفيديو كونفرنس، راجع معاهم الخطط الامنيه والتخطيطات الامنيه. شايف الحاله التامينيه لهذا المؤتمر شايفه ازاي؟ الحالة التأمينية حالة نموذجية، ومصر الحقيقة سباقة في هذا الاتجاه. إن مصر دايما بتبقى متسلحة دايما بجنود سواء من الشرطة أو من الجيش، بيقدروا يعملوا عملية ضبط إيقاع، وعندهم انتماء والتزام جدا تجاه الدولة وتجاه الشعب. لكن لابد ان احنا نتوقف عند حدث كوب 27 في شرم الشيخ باعتباره حدث سياحي اكتر منه حدث سياسي لاعتبارات كتيرة جدا. طريق الى الكوب 27 كان دايما مليء بالحلقات المفرغة اللي لن تؤدي الى نتائج مثمرة. صح. على مدار المؤتمرات السابقة كانت دايما في حالة من حالات تصدير التوصيات وتصدير الرسائل والخطابات دون الخروج بقرارات قاطعة. صح. دون تنفيذها على ارض الواقع زي ما بنقول. بالظبط. الاتفاق الوحيد اللي خرج في فترة من الفترات كان اتفاق كيوتو. كان الهدف منه كده تقليل عن خفض او الحد من انبعاث الاحتباس الحراري وخفض درجة حرارة الارض درجتين مئويتين. تم تطويره في بعض المؤتمرات على مدار اكثر من 26 مؤتمر، كان في اتفاق او اتفاقين بالكثير. ده معناه ان في حالة من حالات الصراع بين الدول الغنية والدول النامية في ايجاد حلول لمشكلة المناخ. صح. وهذا يفسر ان هذا الصراع
بيبقى له ابعاد وحسابات سياسيه اكتر من مصلحه البشريه. بمناسبة كده ده اللي قاله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر السابق لما طالب الدول الكبرى ان هي تقوم وتتحمل مسؤوليتها تجاه الدول الفقيرة في موضوع تمويلها عشان تجابه التغير المناخي. يعني انا شايف ان شرم الشيخ غالبا هيبقى الامل الاخير للحفاظ على الانسانية. ده مش كلام على فكرة، ده كلام اغلب رؤساء. هي رساله الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت شديده اللهجه والوضوح، لانها كانت بتناشد العالم كله انه ينتبه لان البشريه في حاله احتضار. صح. الانهار بتتبخر والبحار بتفقد قدرتها على افاده البشر. في حاله من حالات التيارات الشرسه من غضب الطبيعه صح. موجوده دلوقتي، فلا بد ان احنا نتعامل معها بمنتهى الشفافيه والحرص. ده لن يتم الا ان يكون كوب 27 في شرم الشيخ نقله نوعيه في مؤتمرات المناخ. هتكلم على الامور دي وهيبقى لنا لقاءات طبعا نتكلم طوال المؤتمر من 6 ل 18 اكيد، بس برضو يعني هربطها بمكالمه حصل، والمكالمه دي حصلت بس بعديها بلينكن وزير خارجيه امريكا انتوني بلينكن عمل تويته على تويتر وقال لك انا اجريت مكالمه هاتفيه مع وزير الخارجيه المصري سامح شكري. طبعا احنا عارفين ان هو يعتبر رئيس تنفيذي لكوب 27. النهارده انتوني بلينكن قال تستعد مصر لاستضافه كوب 27 ويتكلم مع وزير الخارجيه المصري على ما يحدث من استعدادات وتعميق الشراكه الاستراتيجيه بين الولايات المتحده ومصر. في نقطه انا وقفت عندها. قال لك الترحيب في بيان على تويتر بالافراج عن اعداد من المعتقلين السياسيين خلال الاشهر الماضيه. ده الخارجيه الامريكيه وزير الخارجيه قالها، والبيان قال ناقش مع سامح شكري الجهود المشتركه لتعزيز السلام الاقليمي بما في ذلك الانتخابات في ليبيا. بيان زي ده اظن مهم. الحقيقه انا بنظر ليه ان هو محاوله تصحيح البوصله في العلاقات المصريه الامريكيه. لان تصحيح البوصله. العلاقات المصريه الامريكيه دايما علاقات متذبذبه ما بين صعود وهبوط او حاله من حالات الجمود في وقت من الاوقات. لكن السياسه المصريه في السنوات الاخيره الحقيقه كانت نشطه جدا وخليه نحل بانها بتبعث برسائل مهمه جدا الى العالم بان في استقلال في القرار السياسي. وده معناه ان الخارجيه الامريكيه ادركت ان مصر تتحرك بخطوات جاده جدا فيما يتعلق بملف حقوق الانسان، ممارسه الحريه السياسيه، بالاضافه الى انها بتحاول تبقى حاضره بقوه في اي محافل دوليه. ده معناه ان الولايات المتحده الامريكيه بتنظر الى مصر بعين الاعتبار. وابتدى هناك اعتراف من الجانب الامريكي اكيد بالمجهودات المصريه زي مثلا الافراج عن المعتقلين، ما قبل كده ما كانتش بتذكر هذا الموضوع. هي ابتدت تذكره علشان خاطر فعلا اصبح في اجراءات مهمه صح من النظام السياسي في مصر ان هو يبقى فيه تعديل مسار او طبعا حاله من حالات المصارحه. حتى ده بيتفسرها جلسات الحوار الوطني طبعا هنتكلم عليها طبعا بالظبط يعني لاحقا. لكن الولايات المتحده الامريكيه ما بتصدرش البيانات مجانا، بيبقى فيه هدف من وراها. الهدف من هذه البيانات في هذا التوقيت ان كل العالم يلتف حوالين كوب 27 في شرم الشيخ لسبب بسيط جدا. الولايات المتحده بتسدد فاتوره المناخ وهتدفع الثمن غالي جدا. صح. فلا بد ان يكون في احتضان لتوصيات او لاجراءات ممكن تتبناها القمه القادمه في شرم الشيخ. بس ده طبعا متوقف على جديه الاطراف المشاركه طبعا، ومتوقف كمان على طبيعه الحلول اللي انت بتقدمها كقمه. ما يبقاش على فكره نسخه طبق الاصل من المؤتمرات السابقه وما يبقاش فيها مجال للصراع بين الاثرياء والفقراء. صح. لابد ان يكون في اجراءات ولابد ان يكون في حلول، وحلول خارج الصندوق. احنا بنفتقد لفكره ان احنا دايما بنصدر فكره الاتفاقيات السابقه أيوة. او البروتوكولات ازاي نبني عليها. قبل ما تبني عليها انت لابد ان انت تفكر بشكل في قراءه للواقع بشكل احسن. فانا اتصور ان قمه المناخ في شرم الشيخ هي ترجمه حقيقيه لطبيعه العلاقات المصريه وطبيعه العلاقات تحديدا بين القاهره وواشنطن في الفتره الاخيره. بس حضرتك قلتها من الاخر هي تصحيح للبوصله، ودي حلوه جدا الكلام ده هناخدها منك على طول. بالظبط. عشان ما تقولش الملكيه الفكريه بعدين. خلينا نروح لحاجه مهمه جدا. بكره المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هيستضيف الدكتوره رانيا المشاط، هي وزيره نشيطه جدا ووزيره التعاون الدولي، في جلسه حواريه يحضرها طبعا زملائنا من الكتاب والاعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف والمواقع الالكترونيه. ده هيكون هنا في مقر المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. ليه؟ لان هيبقى في حوار مفتوح على كوب 27، جهود التعاون متعدد الاطراف في حشد التمويلات التنمويه
عارف ان احنا عندنا برامج كتيره ومحتاجه تمويلات كثيره. اظن لقاء زي ده مثمر، ان هي تلتقي بالاعلاميين وجها لوجه ويبقى في اسئله وحوار مفتوح غدا، طبعا برئاسه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ كرم جبر غدا. الحقيقه في اشكاليه بتواجه الاعلام المصري، هي فكره ان هو محصور او مختزل في فكره انه يتابع الحاجات الايه الكبرى او الاحداث الكبرى زي كوب 27 وما شابه ذلك. لكن احنا محتاجين انفتاح اكتر على العالم. محتاجين على فكره من خلال بروتوكول تعاون بين وزاره التعاون الدولي وبين الدول الاخرى ان يبقى في بعثات خارجيه للاعلاميين، سواء كانوا صحفيين او كانوا مقدمي برامج او فريق اعداد وفريق تحرير، لان هو دوت اللي محتاج ان يبقى فيه جسور تواصل مع الميديا العالميه. صح. وبعد كده ممكن انت تتشرب ايه اليات التطوير وتبدا انت تطبقها هنا في مصر بما لا يتعارض مع موقفك السياسي او يتعارض مع الخطوط الحمراء. الله عليك، الله عليك. فعلا يبقى في تعاون، يبقى في تعاون وجها لوجه. ده دور الاعلام. واخد فكرك واخد فكر وتاخد فكر بالظبط. ده لن يتحقق اذا لو احنا استمرنا في حاله انفصال عن العالم الخارجي. يعني انت شايف ان ضروره التواصل الكبير، ويمكن بدات الجلسات يعني مثلا بكره فقره حواريه محترمه جدا ومجال للتحاور. اظن ده برضه هيجاوب على اسئله كتير عند كتير من الاعلاميين. اكيد، بس يعني هي خاصه بالاستثمار او حشد التمويلات او البرامج دي كلها. اصل التمويل ممكن ياخد مسارات كتيره، بس اكتر مسار ممكن يفيد الاعلام المصري بشكل عام هو فكره التدريب وخارج حدود الوطن، مش بس مقتصره على هنا صح داخل. صح. لانك انت هتتعرف على ثقافات تانية وهتتعرف على طرق ومدارس تانية في تناول الخبر وتحليل الخبر، وبالتالي انت هتتسلح بشكل اقوى وتيجي هنا تحط بصمتك. بصراحه انا كان ده موجود عندنا هنا من خلال الفضائيه المصريه، من خلال بعثاتنا كتير جدا على مدار سنوات طويله. الواحد تشرف ان راح اكتر من دوله يعني عن طريق هذا الموضوع، ونتمنى انها تعود هذه الامور مره اخرى بشكل. انا اتصور ان هي دي النقطه المهمه الجوهريه في هذا اللقاء، لكن انه يبقى في تبادل وجهات النظر ده هيبقى مجرد حوار مفيش اي عائد من وراه. تمام. خلينا نروح لدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئه العامه للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني. معلش اصلا لازم، لان وجود دكتور ضياء فعلا عمل شغل كويس. في لجان اتعملت في امور كثيره، بس النهارده عمل تصريح بصفته رئيس الهيئه العامه للاستعلامات حول الترتيبات الموجوده لاكثر من 3000 صحفي واعلامي هينقلوا قمه المناخ. واضح ان الدوله المصريه في استنفار من كل اجهزه الدوله المصريه علشان هذا المؤتمر اللي العالم كله بينظر لك ليه لازم تظهر في ابهى صوره وفي احسن صوره. لان اظن زي ما حضرتك قلت ده الموضوع مش كوب 27 بس، لا ده هيعود على الدوله المصريه بامور كثيره جدا جدا جدا، بما فيها بقى وجهاتها الخارجيه، سياحيا، هتعرف الناس اكتر على الدوله المصريه نفسها وما وصلت اليه. هو الدكتور ضياء رشوان قبل ما يكون نقيب صحفيين وهو زميل فاضل هو باحث قبل ما يبقى مسؤول رسمي. وهو بينطلق من خلال قيادته سواء لحوار جلسات الحوار الوطني او ما شابه ذلك من كونه باحث ومن خلفيته الصحفيه. خلفيته كباحث في مركز دراسات ان هو مركز دراسات الاستراتيجيه بالاهرام ان هو بيتحرى المعلومات وبيحاول ان هو ينظر الى ما ابعد من الخبر او الحدث. انا شايف ان التغطيه الاعلاميه لحدث زي كوب 27 بشرم الشيخ لابد ان هو التفوق يحدث من خلال زوايا مختلفه. الزوايا اللي يتم التركيز عليها ما يحدث في الجلسات المغلقه او ورش العمل لو في ورش عمل. ايه هو الطرح اللي ممكن يقدموه خلف الكواليس؟ ايه هي التفاصيل الموجوده اللي ممكن تعمل عليها سبوت لايت مش الخطابات المواجهه او المباشره؟ انت قصدك نقل ما يحدث في الكواليس؟ انا بتكلم هنا بقى على الاعلام. طبعا. نقل ما يحدث ونبدا نناقش ايه اللي بيحصل في الكواليس والدنيا، مش بس طرح التوصيات او طرح الكلام او ده اهم. ايوه، اصل التوصيات في الاول وفي الاخر هتصدر. اصل في جلسات حواريه كتيره جدا طبعا مهمه جدا جدا جدا، وفي حاجات بتبقى باينه بين السطور. حتى هو المثل البريطاني الدارج اللي هو ايفل ان ذا ديتيلز. ايوه، الشيطان يكمن في التفاصيل. التفاصيل دي مش شرط تكون تفاصيل شريره او تفاصيل خبيثه، ممكن تكون تفاصيل ايجابيه. طبعا، فانت لابد ان انت تلتقطها كاعلام وتحاول ان انت تبرزها علشان ممكن دي على فكره تبقى روشته علاج ويبقى ده دورك. بمناسبه روشته علاج، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبكل صراحه وشفافيه كان في اسئله تم ارسالها لي وانتقادات تم ارسالها للحكومه عن طريق الحوار الوطني. بكل شفافيه تم الرد عليها وارسلها للدكتور ضياء رشوان بصفته منسق عام الحوار الوطني،
ويمكن دي طبعا المحور الاقتصادي تمام. بيعدوها للحوار. يعني مثلا جاله اسئله عن المنصه التفاعليه لتحديد الاولويات المجتمعيه، قال لك مساله التضخم وسعر الصرف وليه سعر الدولار قفز، جاوب عليها. المهندس مصطفى مدبولي برضه تبني الحكومه لحزم الحمايه الاجتماعيه، قال لك دي لو ما كانتش اتعملت كانت هتبقى مشكله كبيره وان الدوله تحملت كتير. شايف الردود دي وغيرها وغيرها من الاسئله وعجز الموازنه والتضخم، يعني في اسئله كتيره واسئله على فكره اترد عليها بكل وضوح بالارقام، يعني انا بس عشان وقتنا. شايف التفاعل ما بين رئيس الحكومه وما بين الحوار الوطني بهذه الشفافيه والوضوح شايفه ازاي؟ درجه من درجات الذكاء السياسي، لكن ده نص الامتحان. نص الامتحان بمعنى انت بتجاوب بمنتهى الشفافيه على الاسئله المطروحه وخصوصا عند رجل الشارع المصري. لكن في الاول وفي الاخر في اجابات بقى عمليه، احنا جاوبنا نظري على ان ده لمصلحه المواطن وده لحمايه المظله الاجتماعيه وما هو على هذا المنوال. ده شيء ايجابي جدا ان في شفافيه في طرح المعلومات وان انت مش عامل حاجز نفسي بينك وبين الشارع. لا وهو رد كمان على بعض الناس في الحوار الوطني، لان مش كل اللي في الحوار الوطني بيتفقوا مع الحكومه على فكره. بالظبط. في ناس معارضين للحكومه. بالظبط. فانت بتعمل كده الحقيقه بتدي ثقه زياده لرجل الشارع ان هو بيعرف الحقيقه بلا اي رتوش او ضباب. لكن النص الثاني بقى ايوه الجانب العملي، الترجمه بقى الفعليه لكل هذه القرارات هتبقى على ارض الواقع خلال كام سنه، خلال جدول زمني محدد ولا لا؟ ان انت فعلا هتريح المواطن على مستوى دخوله، لانه بيعاني من ضعف في الدخل وبيعاني من ارهاق مادي كلنا بنعاني منه الى حد كبير بس باختلاف الدرجات. طبعا رجل الشارع دلوقتي ما يهموش الاجابات عن الاسئله من خلال الاعلام او من خلال البيانات والنشرات. يهمه جدا على ارض الواقع هو تحسن في الدخل ولا لا، هل هو فعلا كل المشاكل والازمات اللي هو بيواجهها وبيصطدم بيها فيها حلول وليها سقف او ليها نهايه ولا لا. المهندس مصطفى مدبولي بيتعامل مع الموضوع بشفافيه، لابد ان نعترف بده، وبيدي تعليمات واضحه جدا لكل قطاعات الحكومه والوزارات انها تبقى على هذا المستوى من الشفافيه. لكن المساله بتستغرق وقت وبتستغرق على فكره زمن. يعني زي ما احنا المفروض هنغلب عليه. بالظبط. هو عايز صبر من المواطن، محدش يقدر ينكر ده، لكن برضه لازم يبقى في انجاز اكبر من الحكومه. لازم يبقى في على فكره ان انت بتحدد بمنتهى البساطه. يعني لو هنتكلم مثلا على موضوع الحزمه الحمائيه الاجتماعيه اللي قالها الرئيس، بداوا يعملوها في موضوع المعاشات وزيادتها والكلام والزيادات اللي هي 300 جنيه، هي مش هتكفي لو هنتكلم بصراحه وارتفاع الدنيا، بس برضه هي اجراءات على قد المدخولات. ما انت لما نيجي نتكلم انت برضو محتاج تدفع بعجله سياحه، والنهارده جاوب على هذا الموضوع ازاي الارتقاء بقطاع السياحه. ما هو احنا بقى يا استاذ شريف احنا بنتكلم عن التفكير المختلف. اذا كنت انت مش قادر بحكم الدخول وبحكم متوسط الدخل انت ما بتقدرش تظبطه لاعتبارات خاصه بموازنه الدوله، ففي حلول بديله. الحلول البديله اللي تفكر فيها الحكومه ان يبقى في مصادر دخل فرعيه. تمام. انك توسع من دايره العمل في مختلف القطاعات، ان انت تحاول تحسن او توسع مصادر الرزق الاكتر من واحد، مفيش مشكله طالما ان ده لا يتعارض مع عمله الاصلي. ان انت يحصل انفتاح اقتصادي اكتر او يبقى في تسهيلات بقى تجاريه، يحصل عمليه تنشيط الاستيراد والتصدير علشان الطبقه العامله من تجار واصحاب المصالح يبتدوا يستفيدوا، فده ينعكس على معدل البطاله في الدوله. هيبقى لينا كلام كتير في الموضوع، بس انا عايز قبل ما انهي لقائنا، يعني انا النهارده كان في كلام جميل جدا من فضيله الامام الاكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب. طبعا احنا عارفين وثيقه الحوار طبعا وثيقه الاخوه الانسانيه اللي كان موجوده في البحرين، وهذا اللقاء مع البابا فرانسيس بابا الانسانيه. النهارده شيخ الازهر بيقول وثيقه الاخوه الانسانيه قدمت نموذج للحوار، وفي ختام اعمال ملتقى البحرين للحوار قال ان الشرق والغرب بحاجه لبعضهما البعض، ويجب الا نيأس من ان تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها. على الجانب الاخر البابا فرانسيس رد عليه وقال ان لازم الاثنين يحطوا ايديهم في ايدين بعض، الشرق والغرب، عشان نوصل للانسانيه، اننا نحافظ على الانسانيه في النهايه. تعقيب في 20 ثانيه قبل ما تنتهي الفقره. هي دي رغبه حضاريه ودينيه لابد انها تكون بين الشعوب، مش بين شخص وشخص، مع احترامنا لمقامهم هما الاثنين. دي نداءات مثاليه وورديه، لكن هي متوقفه على ان يكون في فعلا حاله من حالات الانسجام والهارموني
او الاحترام الاديان، احترام العقائد. واحنا ده اللي احنا مفتقدينه على مستوى العالم. ما لو انت استخدمت العقائد والاديان اكيد هتبدا في احترام الانسانيه في احترام طبعا. الاخر، هو ده بل بالعكس، انت بتقطع الطريق على اي مشاحنات او ازمات سياسيه. فانا شايف ان دعوه الشيخ احمد الطيب مع البابا فرانسيس هي دعوه نبيله، بس هي مرهونه باراده الشعوب، وقبل اراده الشعوب ذكاء الانظمه السياسيه. هقف عند ذكاء الانظمه السياسيه، وهيكون لنا لقاءات تاني هنتكلم وهنقعد نحلل امور كثيره جدا. نورتنا كاتب صحفي كبير الاستاذ شريف سمير، نائب رئيس تحرير الاهرام. هيكون لنا لقاء اخر حول كوب 27 اوسع ان شاء الله خلال فتره المؤتمر. نتمنى ان بلدنا فعلا كل الناس مستنفره تظهر بالشكل اللي يليق باسم مصر. شرف ليا يا فندم، وربنا يحفظ مصر دايما والانسانيه من كل سوء. اللهم امين. نورتنا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل استضيف الاستاذ دكتور وحيد امام، استاذ العلوم البيئيه في جامعه عين شمس ورئيس الاتحاد النووي. نتكلم على كوب 27، هتكلم على بعض الامور التفصيليه اكتر، فخليكم معانا هتفهموا ليه 27 او كوب 27 في شرم الشيخ مهم جدا للبيئه. خليكم معانا.